ازاي تكون جنتلمان؟ وفي نفس الكلام بالنسبه للفيميلز او البنات، ازاي تكوني جنتل وومن؟ طب يعني ايه اول جنتلمان؟ طبعا لما اقول جنتلمان يقصد بها الذكور والاناث الاثنين مع بعض، مش بس فقط الرجاله. طيب، ازاي تكون جنتلمان؟ جنتلمان ده يعني ايه جنتلمان؟ اول حاجه هتخطر في بالك في كلمه جنتلمان هو الشكل والمظهر الخارجي، ان هو شخص مهندم، شكله ظريف لطيف وهكذا. لكن كلامي هيبقى في العمق اكتر من السطح. يعني مش هقولك عشان تبقى جنتلمان البس كوتشي لونه كذا، والبس بنطلون لونه كذا وشكله كذا، واعمل لك فورمه جسديه، العب جيم، عايز السكس باكس بتاعتك في البطن تكون شكلها كذا، وعايز شعرك او دقنك تكون كذا. لا، هنتكلم في العمق. ازاي تكون جنتلمان، او باللغه المصريه العاميه بتاعتنا، ازاي تكون ايه؟ تكون ابن ناس. ابن ناس. طبعا الكلمه دي سيئه السمعه، يعني يقول لك ايه ده ابن ناس يا عم. يعني ايه ابن ناس؟ يعني طيب وهبل او غلبان، يعني غلبان على قده. لا طبعا، جنتلمان او ايه ابن ناس. طبعا كلمه جنتلمان وهي مجمله اكتر من كلمه ابن ناس. بس معلش، الواحد لما يجي مثلا يجوز بنته لراجل، الراجل ده او الشاب ده لو هو جنتلمان في نفسه وابن ناس، عايز اقول لك ولاد الناس والجنتلمن اللي هو جمع جنتلمان يعني، ولاد الناس والجنتلمان او الرجاله الجنتل، سوقهم في الجواز رائج جدا. تلاقي اغلب الاهالي بيدوروا وقت الجواز على شخص ابن ناس. يعني ايه ابن ناس؟ من الاخر كده عشان بدون لف ودوران كتير. ابن ناس يعني شخص عنده منظومة أخلاقية. عنده منظومة أخلاقية. يعني هو من البعد الفلسفي كده شخص ذو خلق، عنده أخلاق، زائد شخص مهندم خارجيا في الشكل الخارجي يولد لي جنتلمان. وكلمة جنتلمان ليها برضو بعد مادي، ليها بعد ايه؟ فلوس، مادة. يعني ايه مادة؟ يعني مفيش حاجة اسمها جنتلمان فقير، صعبة جدا دي، هي ايه اصلا جملة متناقضة على بعض. لا، جنتلمان يعني شخص غني. مش هقول لك الغنى الفاحش، الثراء اللي هو تبقى بيل جيتس ولا تبقى ايلون ماسك. لا، جنتلمان يعني عندي فلوس، يعني انا ماديا مستريح، لا انا فقير ولا انا غني. يعني مش بطلب منك تكون غني ورجل اعمال عشان تبقى جنتلمان. لا، جنتلمان يعني شخص مستريح ماديا، دخله المادي مكفيه، شكله الخارجي كويس ومقبول. مش هقول لك يعني ملك جمال العالم ولا ملكة جمال العالم في مسألة جنتل وومن مثلا، يعني لا. طيب، شخص بالمواصفات دي هنقدر نقول عليه ان هو جنتلمان. خلي بالك في بقى برضو السوفت سكيلز بتاعت الجنتلمان. ايه السوفت سكيلز او المهارات الناعمة بتاعت الجنتلمان؟ اول سوفت سكيلز تخطر على بالك، وهي خطر على بالي فعلا دلوقتي، اول حاجة على طول طريقة الكلام. اول حاجة، بص، اهم حاجة في الجنتلمان طريقة الكلام. يعني معنى صح، لو انت لبسك مش حلو قوي، مش اكثر جودة، ولا انت اغنى واحد في العالم، خلاص، ولا يعني مفيش حاجة من الحاجات دي موجودة عندك، طريقة كلامك لو محترمة، كويسة ومحترمة ومقبولة، هنا اقدر اقول عليك بشدة وبقوة وبعلو الصوت انت جنتلمان. طبعا كلمة جنتلمان برضو ليها بعد عائلي. يعني ايه عائلي؟ يعني بقول عليك انت جنتلمان، اذا انت من عيلة مرموقة، انت ذو حسب ونسب، انت عندك حسب وعندك نسب. يعني جاي من عيلة مثلا على سبيل المثال دكاترة ومهندسين وخريجين جامعات، مش جاي مثلا من عيلة كلها فقيرة، او عيلة جهلة، او عيلة فيها أمية، او عيلة أنصاف المتعلمين رغم احترامي الشديد لكل الناس دي، وهكذا.
عرفت الخلطه السريه بتاعت الجنتلمان. الفيديو ده ايه فايدته؟ فايدته بكل بساطه ان الفيديو ده يسهل عليك مساله الجواز لو انت راجل، وبرده بالنسبه لك انت كبنت يسهل عليكي لو انت بنت تتحولي الى جنتل وومن. طبعا احب اضيف الى جنتل وومن، مساله الجنتل وومن حاجه مهمه جدا، الا وهي غير طريقه الكلام والجمال اللي هو الشكل الخارجي الى اخره، ان البنت المحترمه او المنفتحه تعتبر جنتلمان، جنتل وومن يعني المحترمه مش مقصود بيها المغلقه ان هي مقفوله على نفسها، لا. البنت المنفتحه ما اقصدش بكلمه منفتحه ان هي قليله الادب او يعني شمال او كده، لا ما تفهمنيش غلط. البنت المنفتحه اللي هي عندها شخصيه وكاريزما تتعامل مع الذكور والاناث على حد سواء، مع كل الشخصيات، منفتحه على العالم كله، البنت دي تعتبر في مصاف الجنتل وومن. بس انا خلصت كلامي، مش عايز اطول عليك الفيديو اكتر من كده. يعني نوع من انواع الفلسفه والفكر، دمج بين الفلسفه والفكر وبين علم النفس وعلم الاجتماع. كان معكم محمد حسن شتاين، سلام.